أعزائي طلاب الصف الثالث متوسط، إليكم تكملة حل 80 صفحة 51. نتأكد من فهمك لموضوع تبسيط المقادير الجبرية للأعداد النسبية. هذا السؤال طبعا احنا بالمثال السابق أخذنا عملية الضرب فقط، هنا راح ناخذ عملية القسمة ونعرف شلون نحلل وشلون نقلب القسمة إلى ضرب. طبعا انت بالبداية لازم تبدي تحل، لازم تحلل يلا آخر شي تقلب، يعني الإشارة القسمة أقلبها إلى ضرب، بعدين أقلب البسط يصير مقام، مقام يصير بسط، بعد ما أكمل تحليل المقادير كلها حتى ما أدوخ بعدين ويصير عندي مشاكل. فأجي هسه بالحل. أول شي عندي هذا الفوق، إذا أريد أباوع أنه هو بي عامل مشترك اللي هو 2 واي، بي عامل مشترك هو 2 واي، يحلل فقط بالعامل المشترك، يعني ما أقدر أحلله بغير طريقة، هو مجرد حدين وما يحلل غير بالعامل المشترك. فأقول يساوي، أفتح خط كسر، هنا حطلع 2 واي عامل مشترك، بعدين 2 واي تربيع تقسيم 2 واي حيبقى عندي فقط بين قوسين واي، والسالب تنزل، و2 واي هو حتصير عندي 1، من أقسمها تبقى عندي 1 وسد القوس. بعدين أجي على الجو، هذا الجو ايش بيه؟ هذا الجو فرق بين مربعين، ليش؟ لأن هذا له مربع وهذا له مربع وبيناتهم شنو؟ فرق، فيتحلل بفرق بين مربعين عن طريق قوسين، واحد موجب واحد سالب، وهاي جاي من واي في واي، وهذه جاية من 3 في 3. بعدين أجي أنزل القسمة وما أقلبها هسه، أكمل تحليل يلا أقلب، بعدين أفتح خط كسر، أجي على هذا مطلوب عندي السالب هنا، فهذا يحلل بالتجربة، يحلل بالتجربة. ليش؟ لأنه عندي سالب هنا، ومن قوانين التجربة أنه لازم يكون عندي هنا موجب، ولازم عندي الجذر الأول الجذر الأول هذا والجذر الثالث هذا موجود مضروبات في 2 حتى يطلع لي الحد الوسط. فهنا لا يحلل فقط غير بالتجربة. التجربة تفتح قوسين، عندي القوس الأول إشارته موجب، والموجب في السالب حيصير عندي سالب، إذا واحد موجب واحد سالب، والواي جاي من واي في واي، والاثنين جاي من 2 في 1. طبعا ماطول عندي هنا البعيد في البعيد سالب واي، واي في 1 حيصير عندي سالب واي، وزيدها 2 واي راح يصير عندي موجب 1، موجب 1 واي، موجب 1 واي اللي هو الحد الوسط. إذا التجربة ما تشبيه صحيحة. أتأكد من عندها مرة، اللخ هو سالب واي يعني سالب 1 وأزيد 2، فراح يصير عندي الإشارات مختلفة، فأجمع وأخذ إشارة الكبير، إشارة الكبير موجب، أطرح وأخذ إشارة الكبير، إشارة الكبير موجب، 2 ناقص 1 1، إذا يطلع لي حد الوسط موجود. هسه راح أجي إلى الثاني واحد اللي هو هذا، أيضا يحلل التجربة لأن عندي هاي سالب، فأجي أخلي قوسين نفس الحالة، القوس الأول حيكون موجب والقوس الثاني موجب في السالب، حيصير عندي سالب، هنا جاي من واي في واي، وهنا 3 جاية من 3 في 1، ما عندي غيرها. أجي أختبر التجربة أشوفها صحيحة أو لا. هنا عندي سالب 1 سالب 1 واي، وزيد 3 واي حيطلع لي موجب 2 واي، إذا هو حد الوسط موجود. هسه بعد ما حللت كل شيء شو أسوي؟ أجي أقلب عملية القسمة إلى ضرب، ونقلب عندي البسط يصير مقام، مقام يصير بسط، فتنزل نزل هاي نفسها مثل ما هو، 2 واي، واي ناقصا 1 على واي زائدا 3 واي ناقصا 3، هاي حتنقلب إلى ضرب. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي المقام هذا يصعد فوق وهذا ينزل جوا، قلب، فيصير عندي هنا واي زائدا 3 بواي ناقصا 1 على واي زائدا 2 بواي ناقصا 1. هسه بعد ما قلبتها شو اسوي؟ مجرد انه طبعا راح اميز هذه حتى اخاف بين الاكس وبين عملية الضرب شوية يصير عندنا اختلاف. هسه ذاك اختصار اختصر، طبعا عندي هنا الواي ناقصا 1 تختصر ويا هاي واي ناقصا 1 تروح، وعندي ايضا طبعا هنا ويا فوق اقدر تختصرها، وعندي ايضا الواي زائدا 3 تختصر ويا من؟ ويا الواي زائدا 3 هذه. بعدها ما راح يكون عندي اي اختصار، بعد ما عندي اي اختصار نجي هنا 2 راح يصير عندي يساوي 2 واي في واي ناقصا 1، يعني 2 واي انضربت في واي ناقصا 1، نفس القوس نزلناه، وبقى عندي هنا شنو؟ واي ناقصا 3 واي ناقصا 3 في واي زائدا 2. طبعا هاي ابسط صورة احنا نوصل لها لان ما عندي اي اختصار بعد
للسؤال. هذا السؤال شبيه للسؤال الأول. عندك هذا فرق بين مربعين، وعندك هذا بعامل مشترك اللي هو الواي. هنا أيضا عندك فرق بين مكعبين، وهنا عندك عملية التجربة. طبعا احنا إذا اختبرناها بالمربع الكامل ما تجي. ليش؟ لأنه هذه إذا طبعا اثنيناتهم مربع، هاي جاية من 3 في 3 تمام، وهاي جاية من واي في واي، لازم 2 في 3 حيصير عندي 6 واي، فالحد الوسط ما موجود. إذا هذه بالتجربة أيضا تحلل. خلي واجب عليك، عرفت الطريقة، وانت الباقي عليك حتى تعرف شلون تحل.